حسم الإعلامي رامي رضوان الجدل بشأن استبعاد محمد سلام من مسلسل الكبير قوي بجزئه الثامن في رمضان المقبل بعد انسحابه من عرض زواج اصطناعي، والذي تحول الأزمة بعد تصريحات مفاجئة من بيومي فؤاد. وقال الإعلامي رامي رضوان بعد الشائعات استبعاده من المسلسل: عاد الفنان محمد سلام للوكيل أن تصوير مسلسل الكبير قوي 8 استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل، ومن المتوقع أن يشارك بيومي فؤاد في الجزء المنتظر طرحه في رمضان المقبل من مسلسل الكبير قوي، في أول عمل يجمع الثنائي محمد سلام وبيومي فؤاد معا بعد الأزمة الأخيرة. أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام. كان الفنان محمد سلام تصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد موقفه من القضية الفلسطينية وإعلان انسحابه من المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، معتبرا أنه من غير المنطقي المشاركة في أعمال كوميدية في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من أحداث مأساوية على أيدي قوات الاحتلال. وتفاقم الأمر بعد أن خرج بيومي فؤاد على الجمهور على خشبة عرض مسرحية زواج اصطناعي يرد على محمد سلام، لتشتعل الأزمة بين الثنائي، ويتعرض بيومي فؤاد بعدها الهجوم حاد تسبب في اعتقاد البعض باستبعاد سلام وفؤاد من مسلسل الكبير قوي. وفي كلمته التي أعلن فيها انسحابه قال محمد سلام: كان من المفترض أن أسافر غدا اليوم لعرض مسرحية زواج اصطناعي، وهي مسرحية كوميدية تتضمن أغاني واستعراضات، يوم 30 من أكتوبر تشرين الأول، وفي ظل الأحداث التي تجري في غزة. لا أتخيل نفسي مشاركة في الرقص والضحك، وإخواننا في فلسطين يذبحون ويقتلون، لن أستطيع السفر بالطبع. كلمة محمد سلام أغضبت بيومي فؤاد، ليخرج الأخير ويرد بعد عرضه المسرحي بكلمات فتحت عليه بابا واسعا من الهجوم عليه. وفي كلمته قال: من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك. احنا مش بنيجي عشان نضحك، احنا بنقدم فن المصري. أتوا بتحترمونا وحنا بنحترمكم جدا، أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. كتر خيركم، احنا بنقدم فن، بنتعب ونشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. شاهدي أيضا بيومي فؤاد في ورطة بعد الهجوم على محمد سلام، انتقادات وخسائر تلاحقه، وقدم بيومي فؤاد أسفه للجمهور السعودي قائلا: لو الموضوع كده يبقى فيه فنانون من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم. أنا أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، والله العظيم مش بتوع فلوس. العرض ده لو قعد 15 يوما تاني بدون أجر، احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا. تحياتي لحضراتكم وأنا أسف. بعد هذه الكلمة تعرض بيومي فؤاد لانتقادات حادة من الجمهور دفعت زوجته للرد بكلمات بعيدا عما يحدث أو على هامش. ببساطة شديدة وبوضوح أشد: لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق على أقل تقدير أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء في سابوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس، مغازل أسياده، فقيد الموهبة، عليل النفس، سقيم الوجدان، الراقص على جثاث الأطفال بيومي فؤاد.
ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة وحفظ لروحك بل وريتها وشفافيتها. وصل الله عليك وعلالك وسلم. شاهدي أيضا زوجة بيومي فؤاد تساخر من متابعيه وتوجه لهم رسالة. حادت الأزمة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام تسببت في ترديد الكثير من الشائعات المتعلقة باستبعاد الثنائي من عدد من الأعمال الفنية أشهرها الكبير أو الخاصة بعد خروج أحمد مكي بموقف مماثل موقف محمد سلام من القضية الفلسطينية. فبينما أعتقد البعض استبعاد بيومي فؤاد، رأى آخرون أن شركات الإنتاج استعد محمد سلام من الأعمال الفنية كافة، إلى أن حسم الإعلامي رامي رضوان الجدل بشأن هذا الأمر.